زي شويه الوعي اتزيف وقال لنا انه الفرعون هو اللي امر ان المعبد يتبني والكلام ده مش عارف ايه. الفكره لا، انه الحاجات العملاقه بالحجم ده ما ينفعش تكون معموله بفكره امر فرعون. انا مش ببني سور ان هو زي مثلا سور الصين العظيم مجرد سور وخلاص، لكن تفصيله من التفاصيل ديت في المعبد دي وراها فكره وراها حكايه وليها رمز وليها مدلول وليها شعيره مخفيه وليها فكره عند اصحابها. بالتالي الموضوع في مكان تاني خالص غير واقف انه بنى بامر الفرعون. والدليل على كده اقوله انه كل عامل من العمال دول كان عنده امل في حياه اخرويه او حياه ابديه سعيده، وكان البناء دوت غير ان هو طبعا له اجر وهكذا، اجر مادي يعني، وله امتيازات كمان كواحد بيشتغل في النوع ده من العماره. كان عنده امل ان هو يكافئ عليه في الحياه الاخرى. فان كان هو في الاعتراف الانكاري اللي بينكر فيه ان هو ارتكب اثام تخص المعبد زي ان هو دنس المعبد او سرق حاجه من المعبد او كده، بالتالي لو هو انسان ساهم في بناء المعبد اكيد هيكافئ في الاخر.